لا انت اللي فيك حاجة، هي دي الحقيقة المرة بقى اللي انت ما سمعتهاش قبل كده. مين هيمرن مين؟ تاني، كل مرة اتصاب عيد، كل مرة اتصاب عيد. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. زمان كان بيجيلك اللاعب بيقولك انا ما فهمش حاجه، انا عايز بس ابقى ايه كويس في الملعب. دلوقتي بيجيلك اللاعب هو غالبا محدد هو عايز ايه، عايز الجنب بتاعه اعلى شويه، عايز الجري بتاعه اسرع شويه، عايز الاستابيليتي الموبيليتي، هو فاهم هو عايز ايه. بس ما ينفعش تروح لخباز وتقول له انا عايز رغيف عيش 3/4 دقيق وحتة مية والباقي كله خميرة. هل الفران هيرضى اللي هو يديك رغيف عيش بالمقادير دي؟ غالبا هتطلع لك حتة عجينة. ما اعتقدش اللي هو هيرضى. هي دي نفس الفكرة لما بيجي لك واحد بيقول لك انا عايز الجامب بتاعي يبقى أعلى. انت غيري غير اللي جنبك غير اللي جنبك غير اللي جنبك، فمش كلنا هتنطبق علينا القاعدة، مش كلنا هتنفع لنا التمارين اللي بتخلي الناس كلها سريعة، مش كلنا هتنفع لنا التمارين اللي بتخلي الناس كلها قوية، مش كلنا هتنفع لنا التمارين اللي بتخلينا كلنا نطير. الفكرة كلها أنا واقف فين. أنا واقف فين دي عبارة عن تيست، اختبار. أنا بجيبك امشي، اقعد، اقف، اتحرك، تعالى، انزل، اطلع، تمام. في مشكلة والله في الطلعة الفلانية، في مشكلة والله في الحتة الفلانية. طيب أنا عندي التست بيقولي لما بيبقى في مشكلة في المكان ده يبقى الحتة دي اللي مسببة لها المشكلة الجزء ده بس. فببتدي أعمل فيكس للمكان ده، أعمل تأهيل، أعمل الحاجات اللازمة اللي أنا أصلح بيها الحتة دي عشان لما تيجي تعمل الستيب دي أو الخطوة دي تبقى تمام. انا عملت لك كده نقل بيانات عندي، نقل البيانات اللي انا عملته عندي ده محتاج ابدا منه بقى. ساعتها تيجي تقول لي كابتن انا عايز اطير، عايز اسحف، عايز ابقى صاروخ، عايز ابقى دبابه، عايز ابقى مدرعه، تبقى اي حاجه من الحاجات دي وانا اقول لك ينفع وامتى وازاي وفين. لكن ما ينفعش اول مره نيجي نتقابل انا وانت تقول لي يا كابتن انا بس عايز الجنب بتاعي يبقى 9 متر فوق بس. فالفكره كلها انا خدت منك الداتا اللي تخليني اقدر بعديها اشتغل. فلو انت جيت لي في الاول وقلت لي والله يا كابتن انا عايز ابقى زي البيج رامي بمهارة محمد صلاح، وانا قلت لك ماشي ورحنا واشتغلنا وانت مصدق ان انا بقى شغال معاك وفي نتيجة وبتاع، دي حلاوة البدايات. انت مش شايف اللي مستخبي بعدين، او مش اللي مستخبي بعدين اللي هو لازم هيحصل هيحصل. لو انا عملت تطور لحاجة وانت اساسك في مشكلة، يعني انت عندك مشكلة اصلا، عمرنا ما هنقدر نكمل التطور ده. عمرك ما هتقدر تمشي التطور وانت اصلا بتعاني من مشكلة قديمة. انت جيت لي قلت لي عايز نعلي الجامب، قلت لك تمام، ابتدينا نشتغل، الجامب بيعلى بس في مشاكل. الهدف اللي انت حاطته لي احنا ماشيين عليه، انا رايح للي احنا ماشيين عليه. ابتدى الجامب يعلى، ابتدى الجامب يعلى، ابتدى الجامب يعلى، هوب تحتاج تكشف عند دكتور عشان الوجع مش قادر تستحمله او الوجع مانعنا اللي احنا نعلي زياده. رحت للدكتور، الدكتور وقفك اداك جلسات علاج طبيعي وقال لك بعد ما تخف ارجع تاني. خلصت جلسات علاج الطبيعي رجعت تاني، الجنب بتاعك بقى هنا، فرجعنا عايزين نعليه هنا، فبنعلى من هنا لهنا، فتتصاب تاني. كل مرة اتصاب عيد، كل مرة اتصاب عيد. قعدنا نطور مع بعض، نطور مع بعض، نطور مع بعض، اتصبت رجعنا تاني لنقطة الصفر، اتعالجت. بعد العلاج جيت لي نطور نطور نطور، اتصبت رجعنا تاني لنقطة الصفر، اتعالجت، نطور نطور نطور، تفضل السايكل ماشية كده. فدي الفكرة اللي بتكلم فيها. فقصة اللي انت تاخد واحد وتمرنه او تروح لواحد ويمرنك وانتوا الاتنين ما تعرفوش عن بعض غير اسم بعض، يبقى مين هيمرن مين؟ انت ليه مستقل بخطورة اللي انت بتقول معلومة؟ انت معاك سلاح خطر. انا ما عنديش مشكلة ان انت تبقى مدرب وتمرن ناس وبتاع، بس المعلومات اللي بتقولها اتأكد منها. كم واحد مات بسبب اللي كام واحد قال لهم معلومة غلط عن الدايت؟ انت معاك سلاح، ممكن الناس اللي هتقعد قدامك دي في وقت من الاوقات هتصدقك وتعمل اللي انت بتقوله بالملي. فخليك امين بس في نقل المعلومة. اما بالنسبة يعني لو انا بتدرب مع حد او انا بتدرب عند حد لازم برضه ابقى مخلي بالي الموضوع معلوش رقابة. في الاول وفي الاخر ما تسمعش اي كلام وتصدقه، اتأكد من المعلومة مرة واتنين وتلاتة، اسأل،
شوف، جربت حد وطلع كويس وطلع فعلا وصل معاك لحاجة، وصل معاك لنتائج، وكنت في أحسن مستوياتك ولعبت موسم كامل، وصلت للي انت عايزه، وصلت لحاجة ده اطمن له، يعني ده خلاص تمام معاك تمام. انت ما بتبصش لبكرة، انت بتبص لآخر السنة. دي معلومة انت لازم تخلي بالك منها. يعني انا مش ببدأ معاك النهاردة وببص على الاسبوع الجاي هبقى فين، انا ببدأ معاك النهاردة ببص على اخر السنة، انا رايح فين، انا هبقى فين من مكاني ده. ولو انا وصلت اخر السنة من مكاني ده من ايه لنقطة بي فده تمام. كمل بقى، كمل مع من بي لسي، من سي لدي. يعني بيقولك القانون لا يحمي المغفلين. انا جيت حطيت التلات تمارين اللي انا جبتهم من فلان الفلاني وعلان العلاني، وشفت 10 تمارين وي 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 وي، جبت التلات تمارين، حطيت التلات تمارين، جيت تعملهم انكل رجلك لف. هل انا غلطان؟ انا مش غلطان. هل انا هاجي اشوفك واشوف فيك ايه، ولا ازاي اتصبت، ولا انت ليه اتصبت، ولا هبقى مهتم اصلا ان انت اتصبت؟ انا معرفكش، انا ما اعرفكش ولا انت تعرفني. انا واحد جيت نزلت فيديو قلت لك التمارين دي لو عملتها تبقى سريع، انت على اي اساس صدقتني دي بتاعتك؟ لكن انا مصدق نفسي دي بتاعتي. انا اذيت نفسي؟ ما اذيتش نفسي، انا فدت نفسي. انت اذيت نفسك انت براحتك، يعني دي مش راجعه لي انا، دي راجعه لك انت. فما تجيش تتكلم وتقول والله المدرب ده بيفهم، المدرب ده ما بيفهمش. الموضوع راجع لك، مش راجع للمدرب ذات نفسه. انت ما تسيبش الناس تستنصح عليك وتشتغلك وترجع في الاخر تقول والله لا دول وحشين. لا، انت اللي فيك حاجة. هي دي الحقيقة المرة بقى اللي انت ما سمعتهاش قبل كده، او هو ده الكلام اللي انت المفروض تسمعه. انا مش معترض على المدربين اللي بينزلوا تمارين، الناس بتشتغل بتجتهد. انت قاعد جالك فيديو عملته، اتصبت ما اتصبتش، انت اللي اذيت نفسك، هو ما كلمكش. انا مش بدافع عنه، انا مش بدافع عنه. زي ما قلت لك هو لازم برضه يبقى متأكد من اللي هو بيعمله، او المعلومة او الحاجة دي جابها منين، ويبقى مجربها ويراعي اللي فيه فرق بيني وبينك وبين اللي قاعد جنبك. فروق فردية دي لازم نخلي بالنا منها كلنا، مش مجرد اللي انا اعرفك اسم ورقم وانت تعرفني اسم ورقم واديك حاجة. بس انا ما اديتكش، انا نزلت معلومة انت خدتها عملتها وسوحت نفسك، فلا تلومن الا نفسك. يعني انت دلوقتي قاعد بتتفرج على الكلام ده مش فاهم ده صح ولا غلط، وتاخده تعمله، انت اللي اذيت نفسك. الراجل ده ولا شافك ولا هتشوفه ولا هيشوفك ولا يهتم اللي انت حتى عندك صداع ولا لا. مش هقولك مصاب، عندك صداع ولا لا، انا مش مهتم اذا كان ده اكل عيشك، لعبتك، دنيتك، حياتك. فانت ليه تأذي نفسك بالطريقة دي؟ انت لو فعلا حابب اللعبة او الحاجة اللي انت بتعملها دي، روح لحد، ما تستخسرش، روح لحد واديله، عشان حاسس اللي هو ده اللي هيفيدك، عشان دي شغلته. والسلام عليكم.